نعمل إيه في الموضوع ده؟ الحل مش إنك تهرب من الروتين، الحل إنك تضيف جواه شوية تحفيز، يعني جرب تعمل حاجة جديدة حتى لو بسيطة، خلي في كل أسبوع حاجة أول مرة تعملها، حتى لو هتمشي في طريق مختلف وأنت رايح شغلك أو مشوار. الكلام ده بيحفز منطقة في المخ اسمها النيكولاس أوكوبينوس أو النواة المتكئة، ودي اللي بتتحكم في شعور الراحة والحماس. لو بتفكر من الناحية النفسية، الملل بيقل جدا لما يكون عندك هدف واضح، لأن الهدف بيخلي الروتين جزء من معنى أكبر. المشكلة مش في تكرار الأيام، المشكلة إننا بننسى ليه بنعمل وإيه اللي بنعمله. في نقطة مهمة العلماء أثبتوها، قلة النوم والأكل الغلط بيأثر على الدوبامين بشكل مباشر، يعني جسمك نفسه ممكن يخليك تحس بالملل من غير سبب واضح. فاهتم تنام كويس وتشرب مية وتتحرك كل يوم شوية، لأن النشاط البدني البسيط بيزود إفراز الهرمون السعادة اللي هو الأندروفين، لأنه بيقلل الإحساس بالروتين والزهق. وفي الآخر لازم تفهم إن الزهق مش عدو، هو رسالة من جسمك وعقلك إنك محتاج تعمل حاجة مختلفة، يمكن مش علشان تغير حياتك كلها بس تغير نظرتك ليها. جرب تعمل حاجة جديدة مهمة لو حتى صغيرة، وافتكر دايما اللي بيقتلنا مش التكرار، اللي بيقتلنا إننا بننسى نحس بالحياة جوه التكرار. بس كده. قبل ما أقفل الفيديو، لو في سؤال محيرك اكتبولي في التعليقات وإن شاء الله هجاوب عليه. بس كده خلصنا، سلام.